أسعد الله مساءكم بكل خير. في الحقيقة كنت سهران بفكر، وبعدين بفكر في حلول لمشاكل مصر. واحد صاحبي من يومين قال لي: ما تفكرش في الشأن العام وفي الحاجات الكبيرة دي والبلد والوطنية اللي عندك دي. فكر في الجنيه. الجنيه غلب الكارنيه. وقعد يكلمني بقى عن المصالح الشخصية والذاتية والبيزنس وحاجات بالشكل ده. في الحقيقة معرفتش بعد كلامه العقلاني ده اقتنع باللي هو قاله. الوطنية في جذورنا تقريبا، وفي العرق بتاعنا في السلالة. ما يعني جوز خالتي عنده دانة مدفع في رجليه، عمي من قدوان المحاربين، جدي اتنافى مع عرابي باشا، كان قائد الجيش المصري ساعة ثورة عرابي باشا، مسمعش كلام الملك. فالسلالة دي يعني ما جيناتها مضايقاني في الحقيقة. المهم، قعدت افكر بقى في ايه، في مشكلة مصر الرئيسية او في مشاكل مصر كلها، وعلى رأسهم المشكلة الرئيسية اللي سيادة رئيس الوزراء طرحها، وهي الدولارات. الدولار، عايزين دولارات. فقعدت افكر احنا عايزين دولارات، نجيب دولارات منين؟ وبعدين جات لي فكرة غريبة جدا في دماغي: هو احنا عايزين دولارات ليه اصلا؟ فلقيت الاجابة جات لي علشان خاطر ندفع الديون بتاعتنا في مواعيدها وفوائد الديون والحاجات دي كلها، ونبقى ناس محترمة، والدولة ما تعلنش عدم امتناعها عن سداد الديون او افلاسها او حاجات زي كده، فلازم ندفع الديون. طيب، فجاي سؤال اغرب: هو احنا الديون دي خدناها ليه؟ يعني الديون دي كان ايه سببها؟ فاكتشفت ان احنا خدناها علشان نوسع ونطور ونجمل، والطرق بقى حلوت في الحياة. انا من سكان القاهرة الكبرى، فالطرق حلوت، والكباري، ومحطات مية، وكهرباء مش بتقطع، وحاجات كتيرة اتعملت حلوة. يس، مية مية. يعني هستنفع بكل، انا طبعا كل ما احاول استمتع واعمل يس دي اتخبط في وشي بواحد تعويم. فعقبال ما ابتدي افوق كده، اروح واخد واحد تاني البنزين. يعني بحاول استمتع بالكوبري، اروح واخد واحد كمان حرب روسيا واوكرانيا، واحد كمان حرب غزة، واحد تاني حرب ايران وامريكا. فمش قادر، مش بحاول استمتع باللي حصل ده والتطوير والشجر بقى والطرق الجديده والشجر. هو الشجر كله اتشال تقريبا، اتحط شجرتين كده صغيرين ما بيكبروش، بس ماشي مفيش مشكله، هيكبروا في يوم من الايام وهيحلو. فبحاول بقى استمتع بالطرق دي. وبعدين مترو الخط الرابع بتاع مترو الانفاق، فبحاول استمتع بقى بالقصه دي. وبعدين فجاه اكتشفت ان الديون خدناها عشان الحاجات دي بقى اللي انا عايز استمتع بيها. وفجاه اكتشفت ان صدر قانون ان انا امشي. الايجار القديم في مصر كله المفروض ان هو يرحل من بيوته بقى، ونفضي وادي النيل وكده. طيب خلاص، يبقى شقق التمليك بقى، والناس اللي قدرت تشتري تمليك هتستمتع بالحاجات دي بقى في مصر وكده. فاكتشفت ان سيادة رئيس الوزراء عايز يصدر العقارات، مش عارف هيعبيها في طيارات ويصدرها ولا لا. الاجانب هم هيجوا بقى يشتروا الموضوع ده، لان احنا محتاجين دولارات، فالاجانب هتيجي تدينا دولارات، واحنا بالدولارات دي نرجع نديها لهم تاني، نسد بيها الديون للاجانب برضه. فانا مش فاهم اللفه دي كانت ليه، يعني طالما احنا كده كده عملنا ووضبنا، وهم هيجوا يدفعوا لنا الفلوس عشان ندفعها لهم، فاللفه دي كلها كانت ليه؟ ما احنا كنا ادينا لهم يعني وادي النيل كده وخلاص، وعملناها بواجب، بدل ما احنا دلوقتي مديونين وشكلنا وحش وادانا على الباب وبيطالبونا. كنا اديناها لهم هديه، على الاقل كانت جت بجميله. يعني ان احنا كنا ايه، وجبنا معاهم، قلنا لهم خدوا حي المانيال، خدوا المهندسين، خدوا مصر الجديدة، الدقي،
كنا مسينا عليهم بحيين كده، كانت هتبقى حلوة مننا، وفي نفس الوقت كانت يعني ما نضطرش ان احنا نجيبهم وناخد الدولارات. مش عارف، بفكر في مسألة المترو الأنفاق اللي أنا قعدت مستنيه وقافل لي حياتي بقاله سنتين تلاتة، ده أربعة خمسة ستة، وبقول للعيال الصغيرة بقى أو أولادي بقى ممكن بقى يستمتعوا بيه بقى. قعدت أفكر، قلت بقى لما يروحوا الجامعة بقى يروحوا بمترو الأنفاق وبتاع ومش عارف إيه. وفجأة لقيت إن هيجي واحد فلبيني أو سوداني أو ألماني أو إيطالي، وجون ابنه بقى، ولا هو اللي هيروح الجامعة، مش ابن أنا. يعني ما مش عارف حاجات الدولارات اللي احنا. وبعدين في مشكلة تانية بقى خطيرة، ايه بقى؟ ان احنا هنديلهم العقارات بتاعتنا، بيوتنا احنا، بالطرق الجديدة بالكباري بالحاجات دي، مقابل الدولارات. والدولارات اصلا دي عبارة عن ورق، والله العظيم يعني، هما اللي بيطبعوه اساسا. يعني في حاجة اسمها انبياء المال، اكتب كده على جوجل او على اليوتيوب، هتعرف مين الناس دي يعني. مسمينهم كده، اه. هم بقى اللي بيطبعوا الدولار، تخيل. يعني احنا هنا في مصر بنطبع الجنيه في البنك المركزي المصري. هناك الدولارات بتطبع في بنك خاص، يعني بتاع ناس بنك خاص، والله العظيم بنك خاص. ف هم بقى طبعا يا فرحتهم هيشغلوا البتاع المطبعة دي 3 4 أيام كده، يطبعوا لنا دي شليار تريليار دهندار دولار. يلا احنا رايحين مصر، عندنا مشوار هناخد 20 مليون شاقة. لا لازم يطبعوا بغطاء شيء ما، او بحكم يعني بحد ما يبقى مراقب على موضوع الطباعات ده، والله. قالوا لنا بعد كورونا طبعوا قد الدولارات اللي كانت في العالم كلها مرة ونص. فالكلام ده بلح، فيعني دي مصر يا جماعة. ده 20 مليون شقة مميزين في وادي النيل، الأراضي اللي احنا جرفناها الحلوة بتاعت الطينة دي، اللي هي احنا سكننا عليها باركنا عليها كلنا، وقاعدين بقى بنستمتع بنهر النيل. حاجات مغرية برضو، أماكن حلوة. يعني ده نهر النيل برضو في كل الأحوال. 20 مليون شقة. فقعدت بقى زعلان جدا بصراحة من بابا، قلت يعني ليه يا بابا ما اشتريتش في التجمع؟ فاكتشفت ان هو مات 2010 قبل التجمع اصلا ما يخترعوه. وبعدين حتى لو كان اشترى في التجمع، يعني لو كان اشترى في التجمع كان اشترى لنا شاليه في الساحل. فلو ما اروح اصيف في الساحل 4 شهور، سمعت برضو اشاعة تانية بتقول ان الشقق المغلقة حتى لو تمليك برضو يعني هتتاخد برضو، مش عارف هيحصل فيها ايه. حاجات غريبة اليومين دول الواحد بيسمعها. فما يعني بفكر اروح كوالالمبور، يعني اقدم طلب هجرة على مثلا في جزيرة مدغشقر. مش عارف، الله المستعان. اسعد الله مساءكم بكل خير. شاير بقى الفيديو ده عشان ما يعني اخر فيديوهات عملتها عن تملك الحلوين المسمسمين، مش هفسر الكلام، اللي هم شعرهم اصفر دول في مصر. اتفرجت عليه انا وابن خالتي و4 من الجيران. فشاير لو سمحت الفيديو ده. تحياتي.